على مواقفك يا كابتن. هحلق والله، هحلق والله يوم السبت. طيب. بنحضر سيناريو جيد، يعني لازم الساده المشاهدين كلهم ينتظروه. بس الناس تطالب الان بالموس، رافضه موضوع الماكينه. لا موس لا، مكنه واحد، لا مكنه واحد كويس. بهذه الكلمات تحدى اللاعب الدولي المصري السابق ميدو الجزائري رياض محرز وزملائه في ليستر سيتي: سأحلق شعري إن توجتم بالبريمير ليج. فعلا فعلها ابن الصحراء وكل جيش الفيسبوك وعامة الجزائريون يبحثون طولا وعرضا عن ميدو لأجل حلق رأسه، بل عفوا الدولي الجزائري رياض محرز يبحث عنه شخصيا لحلق رأس ميدو. تعليق وصور غزت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر تطالب فيها الدولي السابق للفراعنة بالوفاء بوعده وحلق رأسه، كما تجرأ وقالها على الهواء في إحدى الفضائيات الرياضية. هحلق والله يوم السبت. جرأة ميدو لم تكن حسب التطلعات، فعوض أن يحترم أبجدية الكرة وعدم الحكم المسبق على رياضة لم تكن يوما علوما دقيقة والانتظار لمن سيبتسم الحظ في آخر جولات الدوري الإنجليزي، راح يتحدى ويؤكد جازما أن اللقب لن يكون من نصيب ليستر بل لتوتنهام. ها هو يقع في المحظور ويتسبب في حلق شعره المسكين، بل عفوا مرة أخرى شعره الثمين الغالي على المشجعين. لا موس لا، مكنه واحد، لا مكنه واحد كويس. الكبير يبقى كبير في عالم لا يعترف إلا بالكبار والمتواضعين، وخير مثال لخير قدوة للاعبين ومعشوق الملايين العملاق المصري محمد أبو تريكة، الذي هنأ وشجع وتمنى فوز محرز بالبريمير ليج وكذا جائزة أحسن لاعب في الدوري الأكثر قوة وشراسة وندية في العالم. على كل فعلها ابن الصحراء وتوج باللقب الأفضل في العالم حسب مراقبين. ابن الجزائر وفى بوعده وأهدى الجزائر والعرب أحسن تتويج وتكريم، فهل سيرى الجمهور الرياضي ميدو يحلق شعره؟ سنرى وسنرتقب. ميدو إلى الحلاق، ميدو إلى الحلاق.